الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نفهم العبودية لله عز وجل؟ كثير من الناس مفهوم العبودية عندهم مفهوم بمعنى القهر والإذلال والحجر والسجن والوصاية وانتفاء الحرية. وبالتالي أصبح مفهوم العبودية مفهوم مشوه. وأكثر ما يدرس في مدارسنا العبودية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال. هذا موجود ومنتشر عندنا في المدارس، لكن ما في تصور كامل عنها، عن مفهوم العبودية. العبودية لله عز وجل ماذا تعني بالضبط؟ لازم ندخل في التفاصيل، في العمق، نشوف وش معناها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الغاية، لا شك هذه الغاية من وجود الإنسان. الإنسان لا يوجد عبث، لم يوجد للعبث، وهناك آخرة، وبالتالي لها معنى، الحياة لها معنى. طيب، ما دام الله عز وجل يقول في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي هذه الغاية من الخلق، فحري بنا أن نعرف معنى العبودية. العبودية تتحرر في 3 أركان أساسية. العبودية تدور في فلك المحبة والحب. أوجد الله هذا العالم، أوجد الله هذا الكون، وأوجد الله عز وجل هذا الإنسان وسخر له الأرض وما فيها ليستخلص من هؤلاء البشر الذين خلقهم أناسا يحبهم ويحبونه. فالعبودية في حقيقتها مدارها على المحبة. لذلك لاحظوا بعض الناس اللي يرفضون مفهوم العبودية لله عز وجل، تجدهم إذا واحد منهم حب مثلا امرأة فيكتب لها: أعبدك، أنت معبودتي. وأحيانا إذا هؤلاء الذين ينفون العبودية لله يجدون مثلا مسألة أو يجدون مثلا حالة لواحد من المشاهير يقولون معبود الجماهير، أي أن الجماهير تحبه، معبود الجماهير. والرجل إذا أحب مرأة أو المرأة إذا أحبت رجل تكلموا عن قضية العبادة. طبعا مفهوم خاطئ شرعا، ما يجوز، العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. لكن لاحظوا، هم يفرون من عبودية الله ويفهمونها فهما مشوها، ويستخدمون مفهوم العبودية في رسائل الغرام وفي الألقاب التي تطلق على المشاهير بمعنى المحبة. وصحيح لا يمكن أن تقوم العبودية لله عز وجل إلا على جذر المحبة وساق المحبة. جذور العبودية تنمو في المحبة وفي الحب. ومفهوم الحب مفهوم رائع جدا ومهم، مفهوم كوني شمولي، ما هو فقط يتعلق بقضية غرام بنت بولد أو ولد ببنت، لا، هذا جزء. لكن مفهوم الحب عندنا في الشرع مهم جدا ومعناه رائع جدا. ولا يمكن أن يكون للإنسان للحياة معنى بدون محبة، بدون حب، بدون ممارسة هذه العاطفة وتفعيل هذه العاطفة، تفعيلها مع الله عز وجل وتفعيلها مع البشر. بدون هذه العاطفة لن يكون للحياة معنى. العنصر الثاني في معنى العبودية عمارة الأرض والإبداع الحضاري. العنصر الثالث في معنى العبودية أن العبودية تتحقق من خلال أن يتسامى الإنسان، بمعنى أن يسمو، يرتفع بممارساته الأخلاقية، بحيث تكون هذه الممارسات فيها نفع للبشرية. وهذا الكلام ما هو من عندي، كما سيأتي في التطبيق معكم بعد قليل. الغاية من الوجود كما يقول ابن القيم في روضة المحبين، وهذا كلام ابن القيم، يقول: العالم العلوي والسفلي، يعني السماوات والأرض، العالم العلوي والسفلي إنما وجد بالمحبة ولأجل المحبة. وأن حركات الأفلاك في الفضاء والكون، حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم، بل حتى حركات الملائكة والحيوانات، بل حركة كل متحرك، يقول ابن القيم: إنما وجدت بسبب الحب. وهذه كلها الأفلاك هي في حالة عبودية لله عز وجل. الشمس والقمر والنجوم، الملائكة، الحيوانات، الكل يتحرك في إطار العبودية. فالمخلوقات خلقت لهذا الغرض اللي ذكره ابن القيم. أيضا يؤكد هذا المعنى في عبارة أخرى له ليس في روضة المحبين كما هو عندكم الآن، لا، إنما في كتاب الجواب الكافي، يقول: فلولا الحب ما دارت الأفلاك. في كتاب الجواب الكافي يقول ابن القيم:
فلولا الحب، وعلى رأس ذلك حب الله عز وجل طبعا، فلولا الحب ما دارت الأفلاك ولا تحركت الكواكب النيرات ولا هبت الرياح المسخرات ولا مرت السحب الحاملات ولا تحركت الأجنة في بطون الأمهات. مفهوم المحبة، مفهوم الحب عنصر أساسي، لذلك أول ما يجب غرسه في القلوب في مفهوم العبودية هي أنها علاقة حب. والحب معناه جميل جدا، لأن الحب معناه تواصل، معناه اتصال. الإنسان يكون في حالة حب إذا كان في حالة اتصال، أما إذا انتزع منه الحب فيكون في حالة انفصال، في حالة غربة وحشة. والمفهوم الثاني للعبودية قبل أن نعرض للتطبيق عمارة الأرض، كما في قول الله عز وجل واستعمركم فيها. عمارة الأرض ليس المقصود هي مجرد أن الإنسان بس يفلح، مثلا مجرد الفلاحة ولا مجرد الزراعة، لا. عمارة الأرض مفهوم عام يدخل عندنا في الإسلام في معنى الإنجاز، في معنى أن الشخص يكون إنسان منتج، في الإبداع الحضاري، في الكفاح والتحدي. وبعض الناس يظن أن هذا المفهوم جاء به بعض المفكرين الإسلاميين بسبب الحضارة الغربية، يعني كأنهم يسلكون للإسلام بهالطريقة. لا لا لا، مو صحيح. الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 502 هجرة، يعني على رأس القرن السادس الهجري، وعاش أكثر حياته في القرن الخامس الهجري. الراغب الأصفهاني صاحب كتاب المفردات في مفردات القرآن الكريم، وصاحب التفسير الذي طبع بعض أجزائه. له كتاب مهم اسمه الذريعة إلى مكارم الشريعة، وكتاب ثاني اسمه تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. تكلم فيه على أن الغاية من وجود الإنسان عبودية الله بمعنى محبته والقيام بأوامره والانتهاء عن زواجره. ثم قال رقم 2 عمارة الأرض. عمارة الأرض، ومفهوم عمارة الأرض تعني أننا لابد أن نكون منتجين، لابد أننا ننجز، لابد أننا نعمل، لابد أن نبدع حضاريا، لابد أن يكون عندنا مواصلة في الكفاح والتحدي، لا أن نستسلم ولا أن نستخدم فلسفة عادي. لأن فلسفة عادي ليست فلسفة كفاحية ولا نضالية ولا فيها تحدي ولا فيها إبداع ولا فيها إنتاج ولا فيها إنجاز، فيها استسلام ساذج. طيب، العنصر الثالث والأخير التسامي الأخلاقي. هذا أيضا من غايات خلق البشر، ومن غاية وجود الإنسان، من غاية وجود الشريعة كلها. أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الثابت، يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي بعض الروايات إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني هذه غاية البعثة، هذه غاية الدين. فمفهوم العبودية لله عز وجل يتحقق كما يقول ابن القيم في الوابل الصيب، يقول أحب الخلق إلى الله عز وجل من اتصف بمقتضيات صفات الله عز وجل. طيب شلون؟ يقول الله عز وجل خلق هذا الخلق لأن الله عز وجل له صفات يحب أن تظهر على عباده. طبعا مو كل الصفات، مثل صفة الكبر، مثل صفة الجبار، صفة القهار، لا، هذه صفات خاصة بجلال الله عز وجل. لكن في صفات يحب الله عز وجل أن تظهر على عباده، ولذلك خلقهم. غاية من غايات الخلق التسامي أخلاقيا، أن يكون عندنا سمو أخلاقي بحيث أننا يصل نفعنا للباقي البشر. وهنا عنصر التشارك مهم. يقول ابن القيم في الوابل الصيب، يقول الله عز وجل كريم يحب الكريم من عباده، عالم يحب العلماء، هو سبحانه قادر يحب الشجعان، جميل سبحانه يحب الجمال، كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال، رحيم يحب الرحماء، عفو يحب من يعفو عن عباده، لطيف يحب اللطيف من عباده، ما يحب القاسي الجواظ الغليظ، لا، الله عز وجل لا يحب هذه الصفات في الإنسان. لطيف سبحانه يحب اللطيف من عباده، رفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، هو سبحانه عدل يحب العدل، يجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما. فمن أحسن إلى العباد أحسن الله إليه، ومن نفع العباد نفعه الله، ومن منعهم خيره، يعني من منع الناس خيره منعه الله من خيره. فالله تعالى لعبده حسب ما يكون العبد لخلقه، الله للعبد كما يكون، كما في الحديث والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هذا معنى رائع جدا في مفهوم العبودية، معنى رائع جدا في العبودية. معنى العبودية أنها فيها نفع متعدي، أنها حقيقة العبودية هي في صدق التعامل،
في الأخلاق الرائعة السامية التي يتواصل بها البشر.